هيد نتيجه كبيره. غير شويه من الكآبه اللي احنا فيها مع الزمالك من اول الموسم، في محاوله للانقاذ الموسم الصفر لينا ببطوله كاس مصر. كده هنلاعب بيراميدز في قبل النهائي، وبنسبه كبيره قوي لو كسبت بيراميدز هتلاعب الاهلي ان هو اقوى فرقه الناحيه الثانيه. فيعني ناخدها خطوه خطوه. نتكلم على ماتش النهارده الاول. انت النهارده في حاجات حلوه، في حاجات وحشه، في ايجابيات وفي سلبيات. الايجابيات ان انت تقريبا من ايام اوتوفيستر او كابرال، حاجه كده من ايام زمان قوي يعني، ان انت ما بتدوس على الوش اللي قدامك. يعني ايه؟ يعني ايا يكن اللي قدامك ضعيف، انت بتجيب فيه جون 2 3 بالكتير وخلاص على كده. لكن تدوس بقى 2 و3 و4 و5 و6، دي بقى كتير قوي مش موجوده. الموضوع ده كان عيب قوي، عيب قوي عندنا، كان موجود في الاهلي من زمان قوي واللي عمله جوزيه. احنا مش عارفين نوصل له. النهارده اول مره نوصل للموضوع ده، ان انت بتدوس على اللي قدامك، بتستغل اخطائه، بتستغل ان هو الفرقه فكت فبتدوس عليه. المقاولين فك بعد الجون الثاني، المقاولين فك خالص، الدفاع والفرقه كلها فكت، مفيش سيطره عليها، كلها غلطات من ابو السعود للدفاع، كله غلطات، فرقه فكت. انت استغلت ده بست جوان حلو قوي. انت هجوميا حلو، الخطه كهجوم، يعني الخطه دي هجوميا حلو، بس انت عايز مش كواليتي اللعيبه دي بتاعت الخطه دي. فانت لو جبت كواليتي لعيبه تاني غير اللي موجوده دي مع الخطه دي ممكن تنجح. لكن مع الكواليتي ده احنا كده عملنا انجاز قوي. الست جوان دي حلوه قوي مع اللعيبه اللي كانت موجوده، حلوه قوي. طيب، دي ايجابيات تديك دفعه معنويه للماتشات الجايه، تحاول تديك ثقه ان انت تدوس شويه في الكام ماتش الفاضلين في الدوري. عندك ماتش الاهلي اهم حاجه، ماتش الاهلي، وبعد كده عندك بيراميدز في الكاس، ولو هتكسب تلعب الاهلي. فدي كلها معنويا حلوه قوي. الحاجات السلبيه بقى هم حاجتين. الحاجه الاولانيه تلعب ثلاثه في الدفاع، يعني شفت الجون اللي جه فينا ده غلط كده، في فضا، في مساحه فاضيه يا جدعان، ما ينفعش نلعب بثلاثه مع البطء اللي عندنا، مع الثلاثه اللي موجودين ما ينفعش نلعب بثلاثه. الولد راح، فادي راح وحط الجون وزي الفل كده خلاص، وبتلعب فرقه خسرانه سته. لو بتلعب فرقه تقيله بقى اللي هيحصل؟ هي دي المشكله. تاني مشكله، ما عندكش طارق حامد. طارق حامد كان بيعمل ايه؟ طارق حامد كان بيروح للخط النص ياخد منه الكوره ويمشي لاستخلاص الكوره، مش يستنى لما يجي له وبعدين يقول له طب تعالى بقى نشوف انت عايز ايه. لا، طارق حامد ما كانش كده. طارق حامد كان بيروح ياخد الكوره قبل ما تيجي. فدي الميزه دي ما بقتش عندنا. فحتتين الدفاع دول اهم حاجه. اسوريو الخطه اللي بيلعب بيها هجوميه 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 هجوميه، لكن كدفاع انت ولا عندك كواليتي لعيبه اللي تقدر تنفذ الخطه الدفاعيه دي. وخط النص عندك انت ترسو لعيبه 90% منها ميولها هجوميه، فما ينفعش الخطه دي مع الكواليتي اللعيبه دي، ما ينفعش. بس خلينا ناخد ماتش النهارده. ماتش النهارده كسبنا خلاص، خلص خلاص وزي الفل ونفرح بيه. نفكر في بعد كده، ونفكر ازاي نعالج الاخطاء الدفاعيه اللي عندنا، ونعالج خط النص اللي عندنا، وازاي ننمي المهارات الدفاعيه لحد ما الموسم يخلص يعني للناس اللي موجوده عندنا. شكرا.